اهلا يا برو، طبعا شفت الفيديوهات الغريبه اللي عماله بتنتشر في الدول الاجنبيه زي صربيا والدنمارك. كمان بيقول لك ظهرت في مصر، والفيديوهات ديت عباره عن ان في واحده تلبس لبس شيك، الحته اللي على الحبل يعني، وبتطلع ترقص وفي ايديها سكين. اصل الموضوع ده خطر جدا، لان في ناس من فضولهم لو لقوا واحده بتهزها هيروح عشان يبص عليها وهيفتكر انها بتعمل كده عشان عايزه تتشقط. بس انت اول ما بتقرب منها هتلاقيها نفخت وراك بالمعنى الكلمه، وهتقتلك، وكمان هتاخد اعضائك. تعالى كده اوريك فيديو ليه عشان تبقى معايا على السكه. وهو ده بقى كل اللي بتعمله، بتقعد تهزها يمين وشمال، بس الصراحه كتر خيرها، بتفكها عن الناس شويه. واي واحد من صربيا بيشوف واحده بترقص بيفلق بيجري. بس الغريب ان لحد دلوقتي لا الشرطه عارفه تجيبها ولا حد عارف ايه الغرض من اللي هي بتعمله ده، انها بتجر رجل الناس اللي عندهم فضول، خصوصا الشباب. اكيد اي شاب هيشوف واحده بالمنظر ده هيروح عشان يتفرج عليها. بس هي لما بتسمع صوت خطوات او لما بتحس ان في حد بيراقبها بتجري وراه، وفي ناس عرفت تهرب منها. وفي طبعا اللي بيقول انها ست كبيره عجوز، وفي اللي بيقول انها شابه صغيره، وفي برضك اللي بيقول جن. بس انا الصراحه يعني مش مقتنع بحته الجن ديت، لان اللي انا شايفه انها بني ادم، ممكن انها تكون عصابه كمان ومتفقين مع بعض. يعني انت تبقى خارج بالليل او رايح تجيب حاجه وتلاقيها قدامك، بس هو كذا شخص مش شخص واحد. يعني انت لو ركزت هتلاقي ان الطول بيتغير والجسم بيتغير. والفيديو ده انت لو ركزت فيه هتلاحظ ان اللي كان موجود راجل. بس المشكله بقى ان اكتر اللي بيصوروا الفيديوهات ديت بنات، يقعدوا يصوروا فيها واول ما تبص لهم يصوتوا ويجروا. Jeste dobro? Jebote, šta radi ona? الفضول في الوقت ده بيبقى عالي عندهم جدا، بس المفروض ان احنا ناخد بالنا ونحذر. واي واحد عربي مسافر بره يا ريت ما ياخدش الموضوع بهزار، لان الموضوع خطر فعلا. وبلاش تقول دي واحده يعني هتعمل لنا ايه، لان انت مش عارف ايه اللي بيحصل. لو شفت حاجه غريبه بلاش الفضول ياخدك يعني وتحب تعرفها، مش هتموت لو ما عرفتهاش، لانهم عمالين بيروجوا للفكره ديت بشكل كبير، والفكره ديت عماله بتنتشر. بيقولوا كمان ان الموضوع ده بيحصل بعد الساعه 9 بالليل، فخد بالك بقى، لان انا عارف ان معظم الشباب العربيه بيحبوا يوجبوا مع الواحد، بس مش اي واحده تهزها يعني نوجب معاه. ممكن تكون عصابه ومتفقين مع بعض وتروح انت فيها.